بيبدأ الفيلم يا صديقي ودري مسافر الصين مع والدته اللي اتنقلت في شغلها لفرع الصين، فبيودع أصحابه وجيرانه وصاحبه بيديله سكيت بورد هدية يلعب بيه، وبعدها بيتحركوا على المطار. ولما بيوصل دري ووالدته شيري الصين بيشوفوا القرية الأولمبية اللي بيتعمل فيها كل حاجة تخص الرياضة، وهم في طريقهم للبيت وبيوصلوا للسكن بتاعهم وبيقابلوا الست اللي هتديهم الشقة، وبتقول لهم يتكلموا مع مستر هان لو احتاجوا اي حاجة علشان هو بيعرف يتكلم انجليزي كويس. وبعدها يا صديقي بيدخلوا شقتهم وبيرمي دري الجاكيت بتاعه على الارض زي ما متعود، وكالعادة شيري بتقول له يشيل الجاكيت من الارض وانه لازم يبطل الحركة دي. وبعدها بتطلب منه ينزل لمستر هان علشان يصلح لهم المية السخنة، فبينزل يدور عليه لحد ما بيوصل له وبيعرفوا انهم ساكنين في شقة 305 وانهم محتاجينه يصلح لهم المية، بس بيلاقيه بياكل فبيقرر يجيله وقت تاني. وبعدها بينزل على الجنينة وبيتعرف على هاري وبيلعب معاه كرة سلة، وبيجرب يلعب بينج بونج مع راجل كبير، وبيفتكر دري ان الراجل ما بيعرفش يلعب وانه يقدر يكسبه، بس الراجل طلع حريف في البينج بونج وبيفضل يكسبه، ودري ما بيعرفش يسجل ولا نقطة فيه. وطول الوقت يا صديقي ودري بيكون عينه على بنت قاعدة بتعزف كمان في الجنينة، فبيحاول يكلمها ويتعرف عليها، فبيجي طفل وتقريبا بيكون قريبها وبيسألها هي ليه بتتكلم معاه وما بتتدربش، فبيشدوا مع بعض وبيمسك الطفل النوتة منها وبيرميها على الأرض، فبيحاول دري إنه يتدخل بس الطفل بيضربه وبيوقعه على الأرض، فبيقوم من تاني وبيحاول يضربه بس برضه هو اللي بيتضرب منه، وبيفضل يتضرب لحد ما بيقدرش يقف على رجليه، وبعدها بيسيبوه وبيمشوا، وبيقوم دري بالعافية من على الأرض وبيروح شقته وبيتسحب لحد ما بيدخل أوضته، وبيبان عليه إنه بيتألم وبيقفل عليه باب الأوضة قبل ما شيري تشوفه. وبيجي تاني يوم وبيكون أول يوم لدري في المدرسة، فبيحاول إنه يداري الكدمة اللي في عينه وبيحط مكياج من بتاع شيري وبيلبس كاب على راسه علشان ما تاخدش بالها منه. وبيوصلوا للمدرسة وبتكون المديرة مستنياهم علشان ترحب بيهم، وبتقوله إن لبس الكاب ممنوع في المدرسة، فبتشيله شيري من على راسه وبتتصدم لما بتلاقيه حاطط مكياج علشان يداري الكدمة اللي تحت عينيه، وبتعرف إنه أكيد اتخانق مع حد، فبتسأله مين اللي اتخانق معاه علشان تروح تشتكي لأهله، بس هو بيقول لها ومصمم إنه اتخبط في عمود من غير ما ياخد باله، وما بيرضاش يقول لها الحقيقة علشان ما تتخضش عليه. وبعدها بيدخل المدرسة وبيقابل البنت اللي معجب بيها هناك وبتيجي تسلم عليه، وبيكون اسمها ماي، وبتتأسف له على اللي تشينج عمله، فبيسألها هو يقرب لها ايه، فبتقوله انه مش قريبها بس اهلهم صحاب قوي وانهم يعرفوا بعض من وهم اطفال. وبعدها بتروح تكمل تمرين على الكمان بتاعها لحد ما اول يوم مدرسة بيخلص وبيرجع دري بيته، وبيحاول وقتها انه يتعلم الكاراتيه من التلفزيون، وده علشان يقدر يضرب تشانج. وبيلاقي مستر هام بيخبط على شقتهم علشان يدخل يصلح المية السخنة، وبيشوفه هو بيتمرن غلط. وبعدها صديقي بتدخل شيري من بره وبتلاقيه رامي الجاكيت كالعاده وبتتخانق معاه لانها حذرته اكتر من مره، فبيشيلوا دري وبيعلقوا، وبيتفاجئ ان هان كان بيتفرج عليه. وبيروح دري المدرسه تاني يوم وبيلاقي تشانج واصحابه قدامه، فبيحاول يتجنبهم علشان بيكون خايف لا يتضرب. وبعدها بيدخل اوضه العزف اللي بتتدرب فيها ماي، وبيكون مدربها بيقول لها انها محتاجه تتدرب في ايام الاجازه كمان علشان تحسن من مستواها، وانه هيكلم اهلها على التدريب الاضافي. وبعد ما المدرب بيطلع بيروح دري وبيقول لها ان عزفها جميل جدا، وبيسألها عن سبب تدريبها، فبتقوله ان هي عندها تجربة اداء علشان تدخل معهد بكين للموسيقى. وبعدها صديقي بيسيبها وبيخرج من القاعة وبيلاقي تشينج في وشه وبيرخم عليه وبيفضيله شنطته على الارض، وبيحذره انه لو ما بعدش عنها هيعمل فيه زي المرة اللي فاتت، وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بيروح دري البيت وبعدها بينزل مع شيري يتمشوا وبيلاقوا مدرسة كونغ فو، فبيدخلوا يسألوا عن التدريب فيها لأن دري بيكون عايز يتعلم أي أسلوب قتال، وده علشان يقدر يدافع عن نفسه وينافس تشانج. وبيشوف مجموعة بيتدربوا وبيكون شعارهم إن مفيش ضعف ولا ألم ولا رحمة للخصم. وقبل ما يدخل يتكلم مع المدرب بيكتشف إن تشانج واحد من ضمن المجموعة دي، فبيرجع في كلامه وبيخرج بره المدرسة. وبعدها صديقي بيقفوا قدام شقة هان، وشيري بتبقى عاوزة تعرف منه إيه اللي ضايقه، فبيقول لها إنه عاوز يرجع تاني لأصحابه وإنه مش حابب المكان ده، بس هي يا صديقي بتقول له إنهم ما بقاش ليهم مكان غير ده، وإنه ده غصب عنها ولازم يتأقلموا. وبعدها بتطلع لشقتهم وبيطلع ان هان كان سامعهم وهم بيتكلموا. وتاني يوم بيطلع دري في رحله مدرسيه للمدينه المحرمه واللي اتسمت بالاسم ده علشان الامبراطور زمان كان بيحرم اي حد انه يدخلها، بس بعد موته بقت مكان سياحي واثري. وطول الطريق بيحاول تشينج انه يضايق دري لحد ما بيرجعوا تاني للمدرسه، فبيقرر دري انه ياخد حقه وينتقم منه، فبيقرب منه هو واصحابه وبيستخبى وبيرمي عليهم ميه بزيت وبيجري من المكان.
فبيجروا كلهم وراه يا صديقي، وبيفضل دري يحاول انه يهرب منهم لحد ما بيدخل البوابة الخلفية بتاعت عمارته، بس بتكون مقفولة ووقتها ما بيلاقيش مكان للهروب. فبيهجم عليه تشينج واصحابه وبيفضلوا يضربوا فيه، وتشينج بيكون هيضربه بكل قوته، بس بيلحقوا هان وبيمسك ايده قبل ما تلمس دري، وبيقول لهم كل واحد يمشي على بيته، وبيروح يساعد دري انه يقف. بس تشينج يا صديقي بيحاول يضرب هان هو واصحابه، بس هو بيصد ضرباتهم وبيخليهم يضربوا بعض بحرفنة، وفي الاخر بيوقعهم كلهم من غير ما يضربهم ولا يلمس اي حد فيهم، وكل اللي كان بيعمله انه بيصد ضرباتهم وبس. ودري كان واقف بيتفرج على اللي بيحصل، وبعدها بياخد دري عنده علشان يعالجه بكاسات النار بتاعته، وفعلا بيقدر انه يخفف الوجع اللي دري كان حاسس بيه. فبيسأله دري ازاي خلاهم يضربوا بعض كده، وبيطلب منه كمان انه يدربه على الكونغ فو علشان يقدر ينافس تشينج ويضربه. فبيقول له هان ان الكونغ فو فن للدفاع مش الخناق والحرب. بس دري يا صديقي بيقول له ان المدرب بتاعهم مش بيعلمهم كده، وانه بيدربهم على انه ما يكونش في رحمه للخصم. فبيقول له هان انه لازم يتكلم مع المدرب بتاعهم، بس هو بيخاف انه يروح لوحده، فبيطلب من هان يروح معاه، وبيرفض هان في الاول بس بعدها بيوافق وبيروح معاه فعلا، وده علشان يفهم المدرب بتاعهم المبدأ اللي المفروض يعلمه لتلاميذه. واول ما بيدخلوا يا صديقي بيلاقوا المدرب ليه بيضرب طفل علشان ما كانش عايز يضرب زميله اكتر بعد ما هزمه، وبيقول لهم ان محدش يوقف ضرب بعد ما الخصم يقع على الارض، وانهم لازم يحسسوه بالألم والعجز، ولو قادرين يموتوه ما يترددوش لحظة. وبعدها يا صديقي بيبص ليه وراه وبيشوف هان واقف، فبيقول له تشينج ان ده اللي ضربهم. فبيقول له هان انه هنا علشان يطلب منه انهم ما يتعرضوش لدري تاني، وانهم كانوا 6-1. فبيقول له ليه خلاص يبقى تشينج بس اللي يواجه دري في مباراة لوحدهم، بس هان بيرفض وبيقول له انه ما جاش علشان يتخانق وبيمشي وبيسيبه. فبيقول له ليه انه ضرب تلاميذه ودي اهانه ليه ولمدرسته. فبيقول له هان ان دري مش هيواجه حد، وانهم هيتقابلوا في بطوله الكونغ فو المفتوحه، ووقتها بيسمح له ليه انه يمشي، وبيقول له انه مش هيخلي تلاميذه يتعرضوا لدري لحد ما وقت البطوله يبدا، وانه لو ما قابلهمش فيها مش هيخليهم يرحموه هيضربوه. وبعدها بيخرجوا من المدرسة، وبيقول له هان ان الحلو في الموضوع ان تشينج مش هيتعرض له تاني، بس الوحش انه لازم يشارك في المباريات، وانه هيقابلهم كلهم في مباريات منفصلة. وبيقول له كمان انه ناوي يدربه الكونغ فو. فبيجي له دري تاني يوم علشان يبدأ التدريب، واول حاجة بيعملها لما بيوصل انه بيقلع الجاكيت بتاعه وبيرميه على الارض، وبيقول لهان انه جاهز للتمرين، وانه عنده كمان معلومات عن الكونغ فو ممكن تساعده انه يتعلم اي حاجة بسهولة. بس هان يا صديقي ما بيهتمش بكلامه، وبيطلب منه يروح يجيب الجاكيت بتاعه ويعلقه قدامه، وبعدها بيطلب منه ينزله من مكانه ويلبسه، وبعدها يقلعه ويرميه على الارض، وهكذا. وبيفضل طول اليوم على نفس الحال. فبيرجع دري يا صديقي لبيته وهو محبط انه ما اتعلمش اي حاجه، وبتتفاجئ شيري انه علق الجاكيت بتاعه من نفسه. وبيفضل على الحال ده ايام، وبيكمل تدريبه عند هان لحد ما شيري بتعدي علشان تاخده للمهرجان اللي هيتعمل في المدينه، وبتكون جايبه تذكره تانيه لهان علشان يجي معاهم، وبتقول له انه ما ينفعش يرفض. فبيوافق هان، وبعدها بيتحركوا على المهرجان، وبتكون مي في المهرجان وبتقابله، وبيخليها توعده انها تحضر المباريات بتاعته، وفي المقابل هو كمان هيحضر تجربة الأداء بتاعتها، وبيتفقوا على كده. وتاني يوم بيروح دري لهان، وهان بيكون بيصلح عربيته، فبيدخل دري من غير ما يستأذن. فبيقول له هان انه ما سمحلوش بالدخول علشان يدخل بيته، وبيخليه يستأذن الاول، وبعدها بيدخل يكمل تدريبه بالجاكيت بتاعه. لكن دري يا صديقي بيكون زهق من التدريب ده، وبيقول لهان انه خلاص اتعلم الدرس، وانه علق الجاكيت فوق ال1000 مرة، وانه كده كفاية، وانه عاوز يتعلم الكونغ فو. وبياخد الجاكيت بتاعه وبيكون عاوز يمشي، بس هان بيناديله وبيقول له ان لبسه وقلع الجاكيت ده بيخليه يحرك دراعه كله، وانه ده اساس الكونغ فو، وان ده اللي هو محتاجه، وان كده حركة ايده هتبقى قوية وثابتة. وبعدها بيبدأوا يتدربوا على حركة الرجل، وبيطلب منه يجيب الجاكيت بتاعه من على الارض، ووقتها هان بيرفع رجله علشان يضربه بيها، بس دري يا صديقي بيتفادى الضربة، وبيفهم ان كل ده كان بيتدرب على حركات اساسية من غير ما يعرف، وانه علمها له بكل بساطة وبحاجات بيعملها يوميا، وان الكونغ فو موجود في كل حاجة في يومهم بس للي بيستغله صح. وبعدها بياخدوا هان معاه المكان اللي بيتدرب فيه الكونغ فو مع والده، وبيسافروا سوا لحد ما بيوصلوا، وبيقول له انهم هيروحوا لقمة الجبل ويشربوا من بئر التنين. وبعد ما بيوصلوا لقمة الجبل بيشوف دري مدربة بتدرب تعبان الكبرى، وبتحركها من غير ما تلدعها، وبتكون مركزة في عينيها وبصلها وهي بتتحرك. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لبير التنين، وبيشرب دري منه، وبيسأل هان ازاي الست قدرت تتحكم في التعبان اللي قدامها وهي بتقلده.
فبيقول له ان التعبان هو اللي كان بيقلد الست لانها قدرت تسيطر عليه بقوتها الذهنيه. وبيبدا هاني يدربه في المكان اللي هو اتدرب فيه من صغره وبيرجعوا تاني لبيتهم. لكن موضوع التعبان ده بيفضل شاغل باله وتفكيره علشان كان نفسه يتعلم يعمل زيها. وبيكمل هان تدريب فيه بكل الاشكال والاساليب الممكنه. وبيتدرب دري في كل مكان بيروح فيه لحد ما بيقول له هان انه ياخد اجازه بكره من التدريب، وده علشان التدريب الزياده بيكون مؤذي. فبيروح تاني يوم مدرسته وبيعرف ان تجربة الاداء بتاعت مي بعد تاني يوم، فبيلاقيها واقفة متوترة وخايفة انها تفشل. فبيطمنها دري وبيقول لها تاخد اجازة علشان تقدر تركز في تجربة الاداء بتاعتها، وده علشان التدريب الزيادة بيكون مؤذي زي ما هان قال له. فبيطلعوا هما الاتنين من المدرسة وبيقضوا اليوم سوا وبيكونوا مبسوطين جدا لحد ما بيجي لها تليفون من والدها بيقول لها فيه ان تجربة الاداء بتاعتها بعد تلت ساعة، وانه هيعدي عليها في المكان اللي هي فيه علشان يرجعوا مدرستها بسرعة. وبتروح مي مع والدها للمدرسة وبيروح دري وراها علشان يشجعها زي ما وعدها، وبيحضر العزف بتاعها. وبعد ما بتخلص بيطلب منها والدها انها ما تعرفش دري تاني وانها تروح تقول له ان هما ما ينفعوش يبقوا اصدقاء. فبتنفذ كلام والدها غصب عنها وبيتضايق دري جدا من اللي حصل، وبيروح على هان بدل ما بيروح على بيته. وبيلاقيه سكران لاول مره وبيكسر في عربيته اللي كان عمال يصلح فيها طول الوقت. فبيحاول دري انه يهديه، وبيلاقي على العربيه خبر لحادثه مات بسببها طفل وامه، وبيعرف ان دول عيله هان وانه فقدهم بسبب حادثه العربيه اللي كان بيكسرها. وبيحكي له هان انه زي النهارده كان مع عيلته في العربيه وكانوا على طريق منحدر والمطر كان قوي جدا، وانه شد مع مراته في الكلام لدرجه ان عصبيته خلته يفقد السيطره على العربيه، وحصلت الحادثه ومراته وابنه ماتوا بسببها. وانه كل سنه بيفضل يصلح في العربيه بتاعته، وفي يوم الحادثه بيكسرها بسبب شعوره بالذنب انه السبب في موتهم. وبيفضل يعيط يا صديقي لحد ما بيجيب دري العصايه اللي هان بيدربوا بيها وبيخلي هاني يمسكها وبيطلعوا بره العربيه وبيبداوا يتدربوا بيها. وتاني يوم بيروحوا لسور الصين العظيم مع بعض علشان دري يتدرب، ومستوى دري بيكون اتحسن جدا في الكونغ فو. ومي بتفضل مقاطعه وما بتكلمهوش علشان بتخاف ان والدها يعاقبها، وخصوصا بعد ما بيجي ياخدها كل يوم من مدرستها علشان ما يديهاش فرصه انها تكلمه. وبيروح في يوم قاعه المباريات وبيقول له هان انه مش مهم الفوز او الخساره، وان الاهم من كل ده انه يكسب احترام الموجودين، وساعتها محدش هيضايقه تاني. وبيديله البدله بتاعه البطوله هديه. فبيشكره دري وبيقول له انه افضل صديق ليه وبيحضنه، وبيفضل يطلب منه انه يساعده في الخطاب اللي عايز يقوله لوالد مي علشان يرضى يخليها تحضر المباريات. وبعدها بيروح لبيت مي بعد ما حفظ الخطاب اللي هان كاتبه له، وبيقول لوالدها ان مي اعز صديق عنده وانه هيكون صديق افضل ليها لو سمح لها تحضر مبارياته. فبيوافق والد مي انها تحضر. وبيجي وقت المباريات وبيكون هان مش عارف قوانين المباراه، وبيقول له انه لو سجل نقطتين هيكسب، وان المهم انه يضرب الخصم مرتين وبس. وبيبدأ يا صديقي دري أول مباراة، بس كان بيبعد عن الخصم وبيخرج بره الحلبة. فبيحذروا الحكم إنه ممنوع يخرج بره الحلبة وإن المرة الجاية هيخسر نقطة. وبيكمل دري مبارياته بكل تركيز وبيقدر يكسب أول مباراة. وبتستمر المباريات وبيبان إن أسلوب تشينج في الضرب عنيف جدا، وإنه بيفضل يأذي الخصم قبل ما يكسبه، وده أسلوب تدريب ليه المدرب بتاعه. وبيوصل دري الربع النهائي وبيقابل واحد من فريق ليه وبيهزمه، ووقتها بيوصل لنص النهائي. وطبعا يا صديقي بتكون مي واهلها وشيري قاعدين بيشجعوه، وبيقول له هان انه في مباريات نصف النهائي لازم له 3 نقط علشان يكسب، وبينقلوه للحلبة الاكبر. واول مباراة فيها بيكسبها تشينج وبيوصل للنهائي، والخصم اللي بيكون ضد دري بيكون من فريق ليه برضه. فبيطلب منه ليه انه يكسر دري، ففعلا بينفذ كلام مدربه وبيكسر رجل دري، وده بيكون السبب في انهم بيستبعدوه من المباراة النهائية علشان لعبه يعتبر غير شرعي. وبيوصل دري للمباراة النهائية ضد تشينج ورجله بتبقى شبه مكسورة وما بيكونش قادر يقف عليها، وبينقلوه على العيادة وبيقول له الدكتور انه ما ينفعش يكمل والا هيتأذى اكتر. بس دري بيطلب من هان انه يعمل له الكاسات النارية على رجليه علشان يقدر يقف عليها تاني، وانه هيقاوم وهيكمل المباراة. فبيسأله هان هو ليه عايز يكمل لما هو اثبت اللي عايزه خلاص. فبيقول له علشان هو لسه خايف من تشينج، وانه لازم يواجه خوفه بدل ما يفضل طول عمره مكسور وخايف. فبيسمع كلامه وبيعمل له الكاسات الناريه اللي هتسكن له الالم مؤقتا، وبيرجع تاني للمباراه وهو بيعرج.
فبيتريق عليه لي وهو نازل من على الحلبة علشان كان فاكر نفسه هيستلم الكاس، بس بيفاجئه دري وبيرجع من تاني للحلبة، وبتبدأ المباراة النهائية بين دري وتشينج على كاس البطولة، وبيتفادى دري أكبر قدر ممكن من ضرباته علشان ما تجيش فيه، لحد يا صديقي ما بيضربه تشينج وبيرميه بره الحلبة وبيكسب نقطة، بس دري بيقدر يتعادل معاه في الجولة التانية وبيقدر يتفوق عليه كمان بنقطة، ووقتها بيطلب ليه إنه يتكلم مع المدرب بتاعه وبيطلب منه يكسر له رجليه نهائيا علشان ما يقدرش يقف عليها تاني. فبيبدأ يا صديقي تشينج فعلا يوجه كل ضرباته على رجله، وكان بيضربه بطريقة غير قانونية، وفعلا بيتعذب دري من كتر الألم، وبيتعادلوا وبيكون فاضل نقطة واحدة بس للفوز بالكاس، وبيحاول دري انه يقف على رجليه بالعافية علشان ما يخسرش المباراة، وبيستغرب ليه انه لسه قادر يقف على رجليه، وبيقدر دري يقف زي ما كانت مدربة التعبان واقفة، وبيبص لتشينج زيها وبيركز معاه علشان يعرف حركته الجاية ايه ومنين، وبمجرد ما تشينج بيهجم عليه بيقدر يتفادى الضرب يا صديقي وبينجح في ان هو اللي يضربه ويكسب نقطة، فبيفوز دري بالبطولة قدام كل الموجودين، وبيهتفوا طبعا الجماهير اللي بيشجعوه، وبياخد تشينج الكاس وبيسلمه بنفسه لدري، وبيلاقي ان كل طلبة ليه بيقدموا له احترامهم، وبيكون دري كسب الكاس بسبب تدريب هان لي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك يا صديقي في القناة عشان نوصل ل10,000 مشترك، واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نلخص لكم افلام ايه تاني، واستناني في ملخص تاني. سلام.